السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة ميديا سبورت، أهلا بكم. صدمة وجنون عمرو أديب بعد فوز شباب الأهلي على فاينورد الهولندي بالبطولة الدولية لزد. شباب الأهلي فريق يخوف يا جماعة. شاهد ماذا قال. في البداية عطروا فمكم بذكر الله، ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ولو حابب يوصل لك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا. بعد انتهاء مباراة شباب النادي الأهلي مع فريق فاينورد الهولندي وفوز الأهلي بهدفين لهدف وحصوله على بطولة زد الدولية، صرح الإعلام الزملكاوي عمرو أديب منفعل وغاضبا وقال: الأهلي فاز يا جماعة على فريق فاينورد الهولندي. تخيلوا يا جدعان إن فريق الأهلي للشباب فازوا على فريق فاينورد الهولندي، بس بصراحة فريق الأهلي للشباب يخوف يا جماعة. ده كانوا واخدين فاينورد غسيل ومكوى وضيعوا انفرادات كاملة، وفي لعيبة في الأهلي كانت بترقص بالتلاتة من لعيبة فاينورد. دول لو لعبوا دوري ممتاز هيكسروا الدنيا. أنا بصراحة بحسد الأهلي إن مستقبل الأهلي فيه لعيبة زي دي. اللي شاف منكم الماتش يا جدعان هيقول إني مش ببالغ. وبعدين الأهلي مش سايب بطولة لا فريق كبير ولا حتى الشباب بتوعه، بس الصراحة ده أفضل ماتش في البطولة، ولاعيبة الأهلي أبدعوا في الماتش. وانا بتوقع ان الفريق ده هيكون بعد كام سنة معظم لاعيبته بتلعب في الفريق الاول للاهلي. لعيبة جامدين جدا، وانا حصل له صداع من التفكير ان اللعيبة دي هتكون هي مستقبل الاهلي. بالشكل ده بقول للزملكاوية انسوا بقى لا دوري ولا كاس السنين اللي جاية كمان. في النهاية لو حابب يوصلك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا.